اهلا يا برج العذراء، تعالى نشوف مصير علاقة بينك وبين الشريك او الحبيب ايه للمنفصلين او المتباعدين. يلا نشوف مصير العلاقة لبرج العذراء. يعني انتوا بتحبوا بعض قوي، ايه ده انتوا بينكوا تواصل روحي كمان. هو انت اللي مركز عليه دلوقتي يا برج العذراء ان انت تتشافى من جروح كتير جواك، ده اكتر حاجة انت مركز عليها. بس انت واقف له وقفة لذيذة لذيذة على الاخر والله ما انت معدي بص، هو واضح ان بينكوا برضو عنده في كلام كتير وفي ناس دخلت كتير، ممكن من العيلة عنده او من صحابه او كده، دخلت وقعت ما بينكوا وخلاك انت تمشي وتسيب العلاقة دي وانت زعلان ومجروح. وانت مش عارف تاخد قرار، زي انت مشيت كده يعني مش عارف تاخد قرار، هل انا استنى ولا انا امشي خلاص. مع العلم ان انت جواك مشاعر، بس هو مصير العلاقة ان انت واقف له. يعني لسه شوية مفيش حاجة واضحة دلوقتي. انت المشكلة ان انت قافل قلبك اوي يا برج العذراء، انت محتاج بس تفتح قلبك شوية، ان انت يعني تبتدي تتخلى عن جروح. الواضح ان هو انت عندك جروح مش من الشخص ده بس، في 3 جروح تانيين بس، فانت محتاج تتشافى منهم. ده اللي موقف العلاقة ان هي تستمر. فانت بقيت بتقول لا انا مش هفضل الشخص الطيب بتاع الاول، انا مش هبقى معطاء، انا مش هسامح، انا مش هعمل، لا لما يجي انا هقول وهفرض شروطي والكلام ده. بس بس ده قافل لك قلبك. كل الحاجات دي احنا ما بنقولش ان انت ما تعملش كده، بس انت في جروح في قلبك من علاقات سابقة او من ناس خسرتها او حاجات محتاج ان انت تتشافى منها الاول عشان الدنيا تتفتح كده شوية وتبتدي تستقبل. لكن انت قافل على نفسك. انت هو انت دلوقتي في المرحلة دي بتحاول تتخلص، بس لسه شوية يا برج العذراء، معلش. على على القصة دي بلس ان انت في حتة عندك، لو انت تشافيت من الجروح دي، في حتة عندك انا مش عايز حد في حياتي اصلا، فده موقف الدنيا برضو. قصة ان انا التفكير انا مش عايز حد في حياتي، انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، موقفه لك الدنيا كده شوية. وان انت محسس كل اللي حواليك ان انت بتقدر تهندل كل حاجة وبتقدر تعمل كل حاجة، فحاول تتخلى على الفكرة دي شوية وتروح للبنات بالذات. تمام، قول لنا عشان الدنيا تمشي. قول لنا يا برج العذراء ايه الاخبار.